السلام عليكم، تحية لكل الأحرار والحرائر اللي معنا في هذا المباشر في هذه اللحظات. هناك خبر عاجل وخطير جدا، هو حول حياة ناصر الزفزافي. حياة ناصر الزفزافي في خطر. كنتمنى اللي يطلع في هذه اللحظات في هذا اللايف، بارطاجيو معكم، عاونونا بالبارطاج من أجل حياة ناصر الزفزافي، من أجل حياة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي. أن اليوم بالأمس ناصر الزفزافي تعرض، أصيب بمرض الحساسية، واللي بس مرض الحساسية. وهذا المرض ديال الحساسية اللي كان يفقد الأنفاس ديالو بسبب هذا المرض. كنتمنى منكم اللي يطلع يبارطاجي معكم هذا اللايف، وكنتمنى منكم تنشروا هذا الخبر على اوسع نطاق من اجل انقاذ حياه ناصر الزفزافي، من اجل انقاذ. ما بدناش نديروا اللايف من اجل اللايف، ولكن حياه المعتقلين السياسيين راها في خطر، راها في خطر. أنا كنقولوا أن بالأمس ناصر الزفزافي جاتو الحساسية، وهذه الحساسية جاتو الكحة، وبقى يكح وعينه وجهه نفاخ وعينيه حمارة. هذا خبر خرج من داخل السجن، وبسبب هذه الحساسية تصحابه محمد جلول ونبيل أحمجي كيصحبوا غادي يموت نهار كامل، الليل كامل، 24 ساعة هو كيكح، 24 ساعة هو كيعاني، لأن الحياة ديالو أن ناصر الزفزافي كيعاني من مجموعة من الأمراض بسبب الاعتقال وبسبب التعذيب اللي تعرض ليه. لهذا كنتمنى من كل الأحرار اللي داخل الوطن والأمان ديالنا في الأحرار أنهم باش يضغطوا وينشروا هذا الخبر لأوسع نطاق. أن السبب لأن ناصر الزفزافي بالأمس راه تعرض لواحد الاختناق خطير جدا. عندنا في هذه الظرفيه ديال الوقت البرد كتكون الامراض ديال الحساسيه، وهذه الامراض الحساسيه اصيب بها في السجن عكاشه. ملي كان في الزنزانه اللي حطوه وضعوه في واحد الزنزانه اللي هي ضيقه وبارده وما فيهاش الشمس، ومن تما تصاب بهذا المرض الحساسيه. وهذا المرض الحساسيه، هاد المرض الحساسيه خلاته وجهه البارح كيصحابو صحابو كان غيموت، لا محمد جلو ولا محمد الحاكي، عينيه تنفخوا وتختنق من واختار الرابوز باش يعاونوا ديال التنفس، ولكن لم ينفع معه شيئا، لم ينفع معه شيئا الا وما كانت الاقدار والدعوات ديال الامهات وديال الاحباب. لو كان ناصر الزفزافي فقدناه اليوم، كنسمعوا ناصر الزفزافي مات، ولكن راه معرض للامراض لانه عنده واحد العرق هنا في راسه بسبب التعذيب اللي تعرض ليه والضرب اللي تعرض ليه. انه هذا راه هنا في المستقبل يوقع نصف شلل، يوقع بزاف الحوايج. عنده ناصر الزفزافي عنده مجموعه من الامراض. بارطاجيو معكم هذا اللايف، وحنا اليوم كامل على هذا الشيء درنا اللايف. خصنا نحملوا المسؤوليه، النظام الملك نحملوه المسؤوليه في هذا الشيء اللي كيوقع للمعتقلين السياسيين. ان 2021 ما خاصش يبقى الاعتقال السياسي، اللي خاصهم يتعتقلوا هما اللي كينهبوا مال العام. لهذا كنتمنى من الاحرار بارطاجيو معكم اللايف ان اليوم حياه ناصر الزفزافي في خطر. حياه ناصر الزفزافي كان يفقد الانفاس ديالو بسبب مرض الحساسيه. وهذا المرض الحساسيه اللي هو خطير جدا. تصور ان الانسان سادين عليه الزنزانه، ما كاين لا دواء، ما كاين لا علاج، ما كاين لا لا حتى شي حاجه. حنا بالك حنا خارجين في الحريه دابا، حنا ماشي نقولوا شي بالحريه، حنا كاع حنا معتقلين وما كاين لا سبيطارات، ما كاين حتى شي حاجه. ما بالك معتقل اللي خرج يهضر على 40 مليون نسمه كيتعرض بالامس لاختناق خطير جدا. وانما كنقول مرض الحساسيه ضيق التنفس، انه كيبقى يكح 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 حتى وجهه تنفخ وعينه حماره. لهذا كنحملوا المسؤوليه الكامله النظام المسؤول على سبب الاعتقال ديالو، على سبب التعذيب ديالو، على سبب ما تعرض ليه ناصر الزفزافي. وحنا انا يلاه طلعت دابا شفت الخبر بقات هي الحال، حنا ساكتين، حنا مقابلين غير التفاهات، خوتنا في الحباسات كيموتوا، حنا مقابلين هذا الهجوم على ناصر الزفزافي. راه شوف اولاد الشعب، كنقول اننا اي معتقل سياسي كيف ما كان في هذا الضرب وهذا الوطن الجريح، حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديال الصمت ديالنا وديال التخاذل ديالنا. كنتمنى من الاحرار هذا الخبر ديال ناصر الزفزافي بالامس كان غيفقد الانفاس ديالو، لانه لولا قدره القادر لا ناصر الزفزافي اليوم قلنا انا لله وانا راجعون، بسبب هذه الحساسيه الخانقه اللي تصور 24 ساعه وعيني حمار ووجهه تنفخ وضيق عليه التنفس. فين هي الاجراءات الطبيه ولا فين هو؟
علاش هاد ناصر الزبزافي محكوم عليه ب 20 عام تعذب؟ علاش؟ شنو السبب دار؟ واش ناصر الزبزافي هو اللي هرب مال الشعب لبنما؟ واش ناصر الزبزافي هو اللي نهب الثروات؟ واش ناصر الزبزافي هو اللي اغتصب كرامه الشعب؟ علاش؟ ولكن الصمت ديال الشعب هو اللي وصلنا لهذه القمه ديال الذل. الصمت والتخاذل ديال الشعب المغربي هو اللي وصلنا لهذا الجبن اللي حنا كنعيشوا فيه دابا، واحد المهزله كنعيشوا فيها في هذا الوطن الجارح بسبب الصمت ديالنا، بسبب الذل ديالنا، بسبب الخنوع ديالنا، بسبب الركوع ديالنا، بسبب القبول ديالنا بهذه المهزله. ولهذا كيتعذبوا رجال ديال هذا الوطن، كيتعذبوا في الحباسات، كيتألموا في الحباسات. ها الامهات ديالهم مرض بالسرطان، ها هما امراض مزمنه، ها هما معرضين لاي حاجه، ها هما معرضين غيخرجوا بالحبس. راه مجموعه من المعتقلين، غنقولها لكم في علم غير انا هذه شهاده من عندي، مجموعه من المعتقلين ديال سنوات الرصاص ديال 81 كلهم خرجوا امراض مزمنه. ها اللي فيه البروده، ها اللي متشلل، ها اللي حماق، ها اللي مسكين مشى ليه الشوف، ها اللي فيه طونسيو، ها اللي فيه السكر. شكون السبب؟ هو هذا النظام المجرم. شكون السبب؟ شكون سببنا في عذابنا؟ غير هذا النظام المجرم اللي باع الوطن واللي اغتصب الشرف ديال الشعب المغربي وكرامه الشعب المغربي، ومازال ساكتين. وغتجي 2021 والصمت ديالنا غتزيد طاحونه تستمر في الطحن ديالنا. انت علاش غتبقاو ساكتين على هذا الشيء؟ راه كاينه حياه وحده، حياه وحده، ما كاينش شي حياه اخرى، كاينه حياه وحده. الا بقينا ساكتين غنبقاو عايشين تحت الذل. راه نكون او لا نكون. واش كميشه 4 ديال الشلافيه حاكمه في هذه البلاد، بينما الاحرار والشرفاء في هذا الوطن كيتمحنوا كيتعذبوا، وبين عصابه حشومه ولاد الشعب. كنتمنى نفيقوا ونقولوا سنه 2021 بارك من القمع، بارك من الحقره، بارك من الذل، بارك من الاهانه اللي كتمارس على الشعب المغربي. بارك. حنا اليوم كنحملوا المسؤوليه، وكنعاودوا كنحملوا المسؤوليه. ما يقع للمعتقلين السياسيين كافه المعتقلين السياسيين بالسجون النظام الرجعي، النظام ورأس النظام الاولى. وما يقع للناصر الزبزافي، لا طرات للناصر الزبزافي شي حاجه كنحملوها للملك. علاش؟ حيت هو المسؤول. تحكم ناصر الزبزافي باسم ديالك، وناصر الزبزافي تعذب باسم ديالك وتغتصب بالاسم ديالك. لهذا كنحملوك المسؤوليه كامله، حيت حنا دوزنا سنه عائلتنا، حنا دقنا مراره سنوات الرصاص، دقنا مراره ديال سنوات الرصاص. ما بغيناش خوتنا يضيعوا في الحباسات، ما بغيناش خوتنا يموتوا في الحباسات، ما بغيناش خوتنا اللي خرجوا هضروا علينا وعلى قبل الكرامه ديالنا. ما بغاو حتى شي حاجه، ما بغاو لا مناصب لا والو. بغاو وطن يكون حر، بغاو وطن يكون عنده كرامه، بغاو وطن تكون فيه الحريه، بغاو وطن تكون فيه مجموعه من الحوايج. وبالعكس كيتعذبوا اليوم، كيموتوا في السجون، كيتألموا. ناصر الزبزافي الأحرار كان البارح غادي يموت بسبب الحساسيه، مرض الحساسيه. وهذا المرض الحساسيه جابها معاه من عكاشه، بسبب اني وضعوه في الزنزانه انفراديه في سجن عكاشه لمده طويله، وهذيك الزنزانه كان فيها البروده وما كانش فيها الشمس، وتصاب بالضيق التنفس. ولا كيستعمل رابوز، حتى الرابوز ما بقاش يقضي معاه. وكتجي واحد الوقت ديال الحساسيه كيبقى يحك وكيتنفخ ليه وجهه وعينيه كيحمروا. هذا المرض الاول. المرض الثاني عنده واحد العرق هنا في راسو مبوشي. وهذا العرق بسبب التعذيب اللي تعرض ليه اثناء الاعتقال. هذا العرق بسبب التعذيب، والتقرير الطبي ما بغاوش يعطيوه، ما عارفين هما الخطوره ديال هذاك المرض. وناصر الزبزافي يقدر لحظه من اللحظات يتشلل ويولي مريض، يولي اونديكابي. شكون المسؤول على هذا الشيء؟ شكون المسؤول على هذا الشيء؟ بارطاجيو معكم الخبر، وكنتمنى من كل حر اللي هنا كيشاهدنا بارطاجيو معكم الخبر ديال ناصر الزبزافي انه كان غيفقد الانفاس ديالو، وكنتمنوا ليه الشفاء والشفاء جميع المرضى. لهذا احنا اليوم المعتقلين السياسيين خاصه اللي صامدين واللي ثابتين على المواقف والمبادئ، راه كاين عليهم هجوم من طرف النظام، راه كاين عليهم هجوم من طرف العصابه، كاين هجوم عليهم بزاف الحوايج. لهذا كنتمنى من الاحرار اللي داخل الوطن ان اليوم خاصنا نصمدوا، خاصنا نوقفوا وقفه رجل واحد لانقاذ الخوت ديالنا، لانقاذ الاحرار. لهذا بارطاجيو معكم الخبر. اليوم الاحرار الشرفاء نداء الضمير راه السبب
ما يقع في وطننا الجريح وما يقع في وطننا الجريح من المآسي ومن التفقير ومن التجويع ومن الذل ومن الإهانة ومن من سبب الصمت ديالنا، سبب التخاذل ديالنا، سبب الأنانية ديالنا هي اللي وصلتنا لهذا الشيء وخلات كمويشه ديال العصابة كتحكم في خريطة البلاد وخريطة السياسية، بينما الوطن ينزف، بين الوطن ضاع، بينما الوطن تباع، بين الوطن يعاني. لهذا أولاد الشعب إلا بقينا على هذا الحال راه غادي نبقاو غنشوفوا غير الذل، راه غادي نشوفوا غير الذل، راه ما غنشوفوش شي حاجه زوينه مع هاد المجرمين. راه شفنا كل شيء، شفنا الخيانه، شفنا التطبيع، شفنا الوطن تباع، شفنا الكريديات، شفنا المديونيه، شفنا الفقر، شفنا الويل الكحل. لهذا تلاش غنبقاو ساكتين. واش 21 غتجي حتى هي وغتستمر الآلة القمعيه وغتستمر هاد السياسه اللي كتنهجها هاد العصابه؟ راه غيبقى الحال هو عليه، راه غيبقى الحال هو عليه. الموضوع ديالنا وهذا اللايف اللي درناه على قبل المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وناصر الزفزافي هو الواقع ديال الوطن، ناصر الزفزافي هو الحراك الشعبي اللي خرج عليه ناصر الزفزافي، اللي خرج على قبل الكرامه ديال الشعب اللي خرج عليه. كنتمنى من الاحراك مسام الا بقينا ساكتين على هذا الوضع اللي حنا كنعيشوا فيه غنبقاو عايشين تحت الصباط، غنبقاو عايشين تحت العبوديه. كميشه في هذه البلاد حاكمه 40 مليون نسمه، 40 مليون نسمه، وتا واحد ما كيهضر، تا واحد ما يهضر. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. هي هذا الخوت المعتقل، كنعاود نكررها، المعتقل السياسي ناصر الزفزافي كان غادي يموت البارح بسبب المرض ديال الحساسيه. 24 ساعه هو كيحك وتختنق وضيق التنفس بسبب هذاك المرض ديال اللي رماوه في الكاشو لمده طويله في عكاشه لهذيك الزنزانه الانفراديه اللي ما فيها لا ضوء، ما فيها لا الشمس، ما فيها البروده. وهذا الشيء كله انتقام من ناصر الزفزافي. هذا الشيء كله هذا كاين ناصر الزفزافي تمارس عليه جوج حوايج: التعذيب الجسدي، ومن بعد التعذيب الجسدي التعذيب النفسي. والتعذيب النفسي هو اللي كيعيشوا دابا، ان التعذيب الجسدي ملي كدوز المرحله ديال التعذيب الجسدي كاين التعذيب النفسي. التعذيب النفسي هو اللي كيتمارس على المعتقلين وكيتمارس على العائلات ديالهم. وشفنا التعذيب اللي كيتمارس على المعتقلين النفسيين. بالامس محمد الحاكي ماتت امه، العائله كلها كتعيش تعذيب نفسي، انه تدفن تم الحرمان ديالو من الدفن مو. وشحال من معتقل ما شافش مو، ما شافش باه، ما شافش الاقارب ديالو، ما شافش. لهذا هاد السياسه اللي كاين هذا النظام الى متى ولاد الشعب؟ سؤالي وكنخاطب الشعب المغربي، هذه طبيعه ديال هذا النظام منذ قرون. هو كيمارس معنا هذا الشيء منذ سنين، هو كينهج هذا الشيء. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل فيا انا وفيك انت اللي كتفرج، وفي 40 مليون نسبه اللي ساكته على هذا الوضع، واللي هاد الناس عفطوا علينا وردونا بحال سراق الزيت. لو فعلا كنا شعب كان ضامنوا وغادي نوقفوا نقولوا بارك من هذه الحقره وبارك من الذل وبارك من هاد العصابه، ما غيتعاملوش معنا بحال هكا. حيت هما حطونا، دخلونا في واحد المختبر، عرفوا قيمتنا، عرفوا المستوى ديالنا، عرفونا شعب قابل للذل، الشعب قابل للعبوديه، الشعب عرفونا. هادشي علاش كيمارسوا معنا هادشي. لهذا كنتمنى بدايه سنه 2021 نوعاو ونقولوا نعم لمغرب الغد، نعم لمغرب الحريه، نعم لمغرب الكرامه. ماشي بالشعارات وماشي باللايفات وماشي بالتدوينات، في ارض الواقع. وللحريه ثمن وللكرامه عنوان. راه اي حاجه لها ثمن، اي حاجه في الحياه لها ثمن. راه غير العمل اللي مشيتي خدمتي اللهم ضربتي تماره راه ما غتنتجش. راه هكذا الحريه، الا ما ضحيتيش عليها وقدمتي تضحيات راه ما غتحرش الوطن وما غتحرش الوطن من الذل والعبوديه. كنتمنى من كل حر ومن قلبي الخالص، الهم ديالنا والغايه ديالنا هي العصابه اللي حاكمه البلاد. انا ما كنقول العصابه، عارفوا شنو مفهوم العصابه؟ مفهوم العصابه هي اللي حاكمه البلاد، هي اللي كتحكم في الخريطه السياسيه، هي اللي كتحكم في كل شيء. لهذا كنتمنى من كل حر نفيقوا من التسوبات اللي حنا فيه، كل حر نفيقوا من التسوبات اللي حنا فيه. لهذا حنا كنا مسؤولين على الصمت ديالنا، حنا كنا مسؤولين
على هذا الصمت ديالنا، على هذا الصمت وعلى التخاذل وعلى هذا الجبن اللي كنعانيو منه. لهذا كنتمنى من كل حر، راه ماشي طلعت درت لايف، ولكن هذا كان لايف استعجالي، خبر عاجل هو ديال المعتقل السياسي ناصر الزفزافي. خاصكم ديروا دابا تدوينات. الخبر ديال ان ناصر الزفزافي المحكوم عليه ب20 سنه ظلما وعدوانا من اجل حريه الوطن، من اجل كرامه الوطن، القابع بالسجن الدل والعار طنجه جوج، كان غادي يفقد الحياه ديالو والانفاس ديالو بسبب مرض ديال الحساسيه وضيق التنفس ل 24 ساعه، اللي كانوا صحابه محمد جلول كان غيصحبوه غيموت، اليوم يقدموا لي عاونوا ما لقاوش وتنفخ لي وجهه وعيني حماروا، وانه هذا المرض جا بسبب التعذيب، بسبب الانتقام اللي مارسوا عليه النظام المخزني، النظام الصهيوني. كنتمنى من كل حر، لهذا كنتمنى من كل حر في هذا الوطن الجريح يبارطاجيو معكم هذا الخبر، وان تحيه لكم، تحيه. ولهذا كنحملوا المسؤوليه ما يقع لكافه المعتقلين السياسيين وما يقع للمعتقلين السياسيين للنظام. النظام هو اللي كيتحمل المسؤوليه الكامل ديال ما يقع وسيقع لناصر الزفزافي وكافه المعتقلين السياسيين، معتقلي الريب، معتقلي جراده، معتقلي بني تاجيد، معتقلي حركه الطلابيين، معتقلي الاسلاميين، كافه المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الدل والعار. كل شيء كيتحملوا هذا النظام. علاش؟ هو المسؤول الاول والاخير على هذا الشيء، هو المسؤول الاول والاخير. ما يقع داخل السجون هو المسؤول الاول والاخير. لهذا تحيه لكم، وكنتمنوا الشفاء العاجل لناصر الزفزافي، وان اليوم العائلات المعتقلين كيعيشوا واحد الفوبيا من هذا الشيء اللي كيسمعوه داخل السجون. كل مره كاينه صدمات، كل مره كاينه اخبار سيئه يوميا، كتسمع تليفون، كتسمع حتى المعتقل كذلك كيسمع هذا مات ليه بمو، هذا مات ليه باه. ان المعتقلين كيعيشوا واحد الفوبيا، كيعيشوا واحد الرعب، كيعيشوا واحد الفزع. لهذا كنتمنى تكون 21 حريه للمعتقلين، والحريه ديال المعتقلين ما غتجيش بالشفاوي ولا باللايفات ولا بالتدوين، غتجي بالشارع. الحريه انتزعت من الشارع وغترجع للشارع. الشارع هو الحل لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نقولوها من هنا، وما نعاولوا لا دكاكين السياسيه ولا لا احزاب ولا لا نقابات ولا لا حتى شي حاجه. كلهم كيميلوا الكفه ديال القصر، كلهم صناعه القصر. كلهم حنا شفنا اليوم خيانه ديال الوطن، شفنا اليوم ما يقع في الوطن، شفنا مجموعه من الحوايج اللي كتمارس على الوطن بالصمت والتخاذل ديال هاد الناس اللي باعوا شراو الضمائر ديالهم. علاش؟ ان ما كاينش الشعب المغربي كيمثلوا شي واحد. الشعب المغربي ما كيمثلو حتى شي واحد، ما كتمثلو لا نخبه لا احزاب لا نقابات لا حتى شي حاجه. كلهم رباعه ديال الشلهبيه، كلهم رباعه ديال الانتهازيين، كلهم باعوا الضمير ديالهم من اجل المناصب ومن اجل الكراسي. كلهم هاد الاحزاب كيفكروا حاليا غير في الانتخابات، كيفكروا غير في بزاف الحوايج. لهذا ولات الشعب الامل ديالنا في الصمود ديالنا في الوحده، نتوحدوا باش نكونوا صوت واحد، باش نتحروا من الذل، من العبوديه. الا بقينا ساكتين راه غادي نشوفوا غير الويلات، راه ما غتشوفوا حتى شي حاجه. راه ما عمر النهار الزوين شفنا مع المجرمين، وما غتشوفوا حتى شي حاجه. راه حنا شفنا 2020 كيفاش مرت، راه شفنا السياسه، شفنا النظام كيفاش خرج لنا القمع وخرج لنا القياد وخرج لنا وقمعنا. اش عطانا النظام مع كورونا؟ قدمنا شي مساعدات، عطانا شي دعم مادي صحي. اش عطانا؟ عطانا غير الترفيق وتمرير القوانين والقمع حتى شي حاجه ما عطا لينا. دابا يجيو عندك يقول زيد اش كدير هنا باق مونتيف 24 زيد. كل شيء ممكن في هذه البلاد، كل شيء ممكن. حريه التعبير حنا شفنا معطيمون نجيبوا الخلق ديال حريه التعبير، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن هذا الشيء شكون اللي دارو؟ هو الصمت ديالنا، هو التخاذل ديالنا، الصمت ديالنا. حيت الصمت حيت حنا سكتنا، حيت فعلا حنا سكتنا، وحيت فعلا كنا الشعب كنهضروا على الحقوق ديالنا ما غيوقعش لنا هادشي. لهذا تحيه لكم من هذا المنبر. وهذا اللايف راه درناه استعجالي على قضيه ناصر الزفزافي، ولكن في دردشه. وهاد الدردشه
اولاد الشعب هي حنا هادشي اللي كيتمارس علينا، هادشي اللي واقع وكيتمارس علينا. كنتمنى من الكل حر نفيقوا من هذا النوم العميق، نفيقوا من هذا الذل، نفيقوا من هذا الانحطاط اللي فيه. راه ما كاين حتى شي واحد غيهضر عليك، راه ما كاين حتى شي واحد غيدق بابك وغيقول لك اش خاصك ولا هادي اش عندك. راه ما كاين حتى شي حاجه. الضريبه كيخلصوا ولاد الشعب، راه ولاد الشعب ملي كيمشيو للحبس ما كيعقل عليهم حتى شي واحد، حتى تنظيم لا يسار ولا يمين، نقولها من هنا. حتى ولد الشعب ملي كيمشي للحبس ما كيعقل عليه شي واحد، ولا كيديها فيه شي واحد، ولا كيتسوق ليه شي واحد. ولد الشعب كيعاني، وهو اللي كيضحي. راه ولد الشعب قدم تضحيات منذ انتفاضات الشعبيه 65 84 81 58. راه الشعب دائما هو اللي كيقدم التضحيات. اما التنظيمات كتعرف بعضياتها، هذا اللي تابع شي تنظيم راه كيعرفوا بعضياتهم. لهذا علاش كنقولوا حنا ولاد الشعب توحدوا، ولاد الشعب تاثروا وعاو فهموا الصراع. راه هاد الناس راه ما كيعقلوش علينا، لا تنظيمات ولا حتى حاجه كيعقلوش علينا. علاش ما كيعقلوش علينا؟ حيت كيتهمهم غير المصالح ديالهم، لهذا كنقول اننا المرحله اللي كاينه دابا خاصنا نوعاو فيها وناخذوا طبيعه الصراع. العدو ديالنا لانه هو سبب عذابنا، هو سبب هذه المشاكل، هو سبب الامراض اللي كنعانيو منها، هو سبب هذا الجرح اللي كنعانيو منه، سبب هذه المشاكل اللي في هذا الوطن، هو سبب المشاكل السياسيه والاقتصاديه كلشي. حنا شفنا بالامس كيفاش كيهاجموا على ناصر الزفزافي. عرفتوا علاش كيهاجموا على ناصر الزفزافي؟ علاش كيهاجموا ناصر الزفزافي؟ على قبل الثبات على المواقف، على قبل الصمود ديالو، على قبل العهد والقسم واخد. عرفتوا علاش كيهاجموا ناصر الزفزافي؟ حيت ما بغاش يتباع، حيت ما بغاش المساومه، حيت وفى بالقسم، وفى بدماء الشهداء. هادشي علاش كيهاجموا ناصر الزفزافي. وناصر الزفزافي هو رمز الحراك الشعبي، هو رمز المجتمع، هو رمز ولاد الشعب، هو رمز الحراك المبارك. وملي كنقولوا رمز الحراك المبارك هو رمز التضحيه. واليوم رمز التضحيه راه كيعاني، ورمز التضحيه الا سكتنا على رمز التضحيه راه غنأديو ضريبه على هادشي، لان هادشي اللي واقع في هذا الوطن ديالنا الجريح حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديالو، حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه. الصمت ديالنا وهذا التخاذل وهذه الاهانه وهذه الحقره اللي كتمارس علينا حنا اليوم، حنا اللي غنتحملوا المسؤوليه. لهذا علاش كيهاجموا ناصر الزفزافي على قبل. السلام عليكم والتحيه لكم. لهذا وشكرا. بارطاجوا معكم اللايف في الجروبات في المجموعات.